قلنا زوج مجالات رئيسيه، عرض صغير لمده بعض الاشغال اللي جاريه من طرف المؤسسه. هاي برا هاي برا. لا يلبس راه يبقى هكاك ما عادش يلبس. هو ليس بحائط كما يقولوا في الاعلام، في بعض وسائل الاعلام، هو ليس بحائط عازل، هي اذا منظومه حواجز فيها خنادق وفيها ستائر من الرمليه ديون منها، وجينا نراقبوا في الاشغال هذه، والمنظومه هذه تبدا في راس جدير حتى للذيبه. واليوم معناها احنا قررنا باش المنظومه هذه تمشي اكثر من الذيبه، تمشي من 40 كيلومتر بعد الذيبه، وبالتالي كانت قبل هي 186 كيلومتر باش تولي 220 كيلومتر، وهذا سيحمي حدودنا. وحاجه ثانيه هامه هو ان هذه المنظومه كانت قبل كان باش نتموها في 3 سنين او عامين. الان بتدخل القطاع الخاص اللي هو مشكور، وهناك لا يقل على 9 شركات تونسية من الجهة ومن غير الجهة، شركات كبرى، ونشكرها لأنها إذا ساهمت في هذا العمل الوطني، هو إذا مشروع وطني باش نتم المشروع هذا في إذا الموفى 2015، إذا إن شاء الله في ديسمبر 2015 إذا 2015 باش تكون عندنا منظومة تامة باش تحمينا من هذا الكل، من التهريب والإرهاب كذلك. وإن شاء الله في مرحلة أخرى باش نتموا بقية المشروع اللي هو يمشي حتى البرج الخضراء، وتكون بالتالي إذا حدودنا مؤمنة تماما من هذه الناحية كما الدول المتقدمة. مدامة الشقيقة ليبيا ما لقاتش حل سياسي وبين الأطياف السياسية، أي حكومة إذا حكومة وحدة وطنية في ليبيا هناك إذا تهديدات، هذا يجب الناس الكل تعرفه، ولكن ما يجبش نهولوا التهديدات بالرغم اللي وقع في باردو وفي سوسة وفي منابقة أخرى. احنا نجم نقولوا أن معناها احنا في الطريق الصحيح، الاستراتيجية نتاعنا صحيحة. احنا في تنسيق كامل مع وزارة الدفاع في المجال هذا، بحكم أن المشروع تابع وزارة الدفاع، وإنجازه يتم في مناطق رعوية بامتياز اللي هي مناطق الوعرة ثم مناطق الظاهر وبعد حتى المناطق الصحراوية. وفي المجال هذا احنا الواقع كنا نسقنا مسبقا، وأن أخذ بعين الاعتبار باش المراعي نتاعنا ما تتضررش ما تتعزلش بصورة تامة، وترك بعض الممرات للقطعان وإمكانية استغلال المراعي هذه بصورة كاملة ومتفاهمين. تفضل.